بيبدأ الفيلم في حي فقير وعيلة مكونة من أب وأم وابن وابنة. الابن كيو بيقول إن الواي فاي فاصل، وبيتضح إنهم سارقين الواي فاي من جارتهم وهي غيرت الباسورد، وبتصحي الأم جوزها كاما عشان يتصرف في النت لأنهم كده منفصلين عن العالم. وفضلوا يلفوا الشقة شوية على إشارة للواي فاي لحد ما وصلوا للحمام، وبيعرفوا إن في كافيه جديد فاتح وقدروا يلقطوا منه إشارة. والأم بتكون منتظرة رسالة من مطعم بيتزا، وبيبعتوا لها فعلا علب عشان تقفلها بحيث تكون جاهزة إنهم يحطوا فيها البيتزا على طول. وبيكونوا قاعدين كلهم يظبطوا في العلب، وهم قاعدين بتيجي عربية لرش الحشرات، وبيسيبوا الشبابيك مفتوحة عشان عندهم حشرات كتير في البيت محتاجة إبادة، وما عندهمش قدرة إنهم حتى يجيبوا مبيد حشري. وبعد ما بيسلموا العلب للمطعم بيكون في علب كتير مش متقفلة بطريقة مظبوطة، والمسؤولة عن المكان بتخصم 10% من أجرهم مقابل الأخطاء دي. وبتفضل الأم تزعق معاها لأن أصلا أجرهم قليل والخصم يعتبر كبير. وبيجي كيو بيقول للمديرة إنه عارف الشخص اللي كان شغال عندهم واختفى فجأة، وأخته كي جونج بتقول لها إن أخلاقه سيئة وإنهم لازم يطردوه، وبيطلب منها كي انها تشغله بداله في المطعم. فالمساعد بتاعها بيقول لها ان في شخص بالفعل مقدم على الوظيفه، فبيقول لها كي مشوه وهو هيشتغل في مقابل ال10% الخصم، وبتقول له انها هتفكر وبياخدوا الفلوس. وهم قاعدين يحتفلوا بالفلوس اللي جات لهم دي، بيجي واحد صاحب كي اسمه مين هيوك، وبيكون جايب لكي هديه من جده عباره عن حجر، وبيقول له انه بيقال عن الحجر ده ان طاقته بتجلب ثروات ماديه. وكي بيبص للحجر باستغراب وبيقول له انه جاي في وقته المناسب. وبيخرج كي مع مين وبيقول له ان حالتهم الماديه مش كويسه، وده مخلي اخته مش بتقدر تاخد الدروس بتاعتها. فبيعرض عليه مين انه يكون مدرس انجليزي خاص لبنت من عيله غنيه جدا اسمها دهاي، والراتب هيكون مجزي، خصوصا كمان انه بيحبها ومش هيثق في حد تاني يكون مدرس ليها لحد ما هو يسافر بره البلد ويرجع. لكن كي بيكون قلقان، وده لانه مش طالب جامعي. فمين بيقول له ما يقلقش وانه هيوصي عليه وهو مش لازم يقول انه مش في الجامعه. وكي جونج بتكون بتفهم في الفوتوشوب وبتزور لكي شهاده جامعيه، وبيروح عشان يقابل اهل دهاي. وكي لما بيروح بيت دهاي وبيدخل بيكون منبهر جدا من شكل البيت وحجمه، وبيقابل ام دهاي اللي بتقول له انها عايزه تحضر معاه اول درس عشان تشوف طريقته في الدرس هتكون عامله ازاي، لانه لو مش راقي زي مين مش هيكون مناسب للمكان ده. ولما بتحضر معاه وبتشوف طريقته مع بنتها بتقرر انها تشغله، وكمان بتديله اجر شهر كامل باجر اكبر من اللي كان مين بياخده، وده لانه كان بيحمسها وبيشجعها. وهم واقفين مع بعض بيجي داسونج ابنها الصغير وبيضرب عليهم سهام، وبتقول له انه صعب جدا ودايما مشتت وحركته كتير، حتى لما قررت انها توديه في مخيم كشافه رجع اصعب من الاول. وبتوري له رسومات بيرسمها داسونج، واللوحه بتكون حلوه ومعبره جدا، لكنها بتقول له ان عشان داسونج صعب السيطره عليه مفيش مدرس رسم بيستمر معاه اكتر من شهر. وفي الوقت ده بتيجي الكي او كيفن زي ما هي سمته فكره، وقال لها ان في بنت اسمها جيسيكا يعرفها درست الفن في جامعه الينوي في شيكاغو، وانها رجعت كوريا تاني، وانها استثنائيه جدا وبتعرف تتعامل مع الاطفال، وكمان عليها طلب كبير جدا. والست من كتر كلامه المشوق قالت له انها عايزه تقابلها. وفعلا الدرس اللي بعده كي بيجيب اخته، وهي دي المدرسه اللي كان يقصدها، وبيسيب كي اخته تشوف رسومات داسونج، وبيطلع يدي لدهاي الدرس. وبيبان من طريقه دهاي مع كي انها معجبه بيه وغيرانه من جيسيكا لانها فكرتها حبيبته، لانه قال انها قريبه واحد صاحبه وما قالش انها اخته. بعد كده بتطلع جيسيكا او كي كونج عشان تدي لداسونج اول درس، وبيكون مش راضي يقوم من مكانه وامه مش قادره عليه، فبتقول لها جيسيكا تنزل تنتظر لانها مش بتعرف تدي درس في وجود الام. وفعلا بتنزل تستنى تحته، بس بتكون متوتره جدا، وبتقول لمديره المنزل بتاعها مون انها تاخد عصير وتطلع لهم تشوف بيعملوا ايه. ولما بيطلعوا بتتفاجئ ان داسونج قاعد مع جيسيكا بهدوء جدا، وبيكونوا خلصوا فعلا الدرس، وبتطلب منه جيسيكا انه يرجع اوضته عشان تتكلم مع مامته على انفراد شويه. وبتوريها جيسيكا الرسمه اللي لسه رسمها داسونج، وبتقول لها انها من واقع خبرتها ودراستها للفن العلاجي بتسالها لو داسونج حصل حاجه وهو في الصف الاول. فيوم بتتخض جدا وبتعيط، فبتحاول جيسيكا انها تطمنها، وبتقول لها على اجزاء في الرسمه بتوحي بالفصام، وانهم محتاجين يفهموا دماغ داسونج عشان يقدروا يساعدوه. وبتقول لها انه هيحتاج 4 جلسات علاج بالفن في الاسبوع، مدة الجلسة هتكون 2 ساعة، وبالتالي اجرها هيكون عالي شوية. وبتوافق يون، ولما بيجي جوزها دونج بتعرفه على جيسيكا، وبيطلب من السواق بتاعه انه يوصلها لان الوقت بقى متأخر جدا. جيسيكا وهي راكبة مع السواق بتقلع جزء من ملابسها الداخلية وبتسيبها تحت كرسي العربية، وبنعرف انها عملت كده عشان يطردوا السواق لسوء سلوكه. ووقتها يرشحوا ابوهم انه يكون السواق بتاعهم، وده لانه كان سواق قبل كده لكن حاليا عاطل زي ما قلنا قبل كده. وتاني يوم فعلا
بيكتشف دونج وجود الملابس دي في العربية وبيتكلم مع يون وبيقول لها ان افضل حاجة انهم يمشوه لأي سبب تافه. وفي نفس الوقت بتكون جيسيكا واقفة سامعة كل الحوار وبتخرج قدامهم عشان درسها مع داسونج خلص. ولما بتوصلها يون لبره وبتتكلم معاه في موضوع السواق وانه ما عادش هيشتغل عندهم تاني، فبتعرض عليها جيسيكا انها تعرف سواق كبير ومحترم وكانت طول عمرها بتقول له عمي، ويون بتوافق فعلا انها تقابله زي خطة جيسيكا بالظبط. وفعلا بيروح كيم على طول يقابل دونج في شركته وبينزل معاه ياخد لفة بالعربية. وفي نفس الوقت دونج بيكون واخد معاه كوباية قهوة، وده عشان يختبر قيادة كيم عاملة ازاي. ولما بيلاقيه حافظ الطريق وكمان سواقته هادية ورزينة بيعينه على طول. بعد كده كيو وكي جونج بيكونوا قاعدين مع امهم وبيخططوا لحوار جديد، وهي انهم يخلصوا من مديرة المنزل ويشغلوا امهم مكانها. لكن بيقولوا ان المهمة دي بالذات هتكون صعبة جدا لان الست دي خبيثة، وان رغم ان ملك البيت اتغير الا انها لسه محتفظة بوظيفتها، وبالتالي محتاجين خطة محكمة جدا. وبيبدأوا يشوفوا ممكن يعملوا معاها ايه بالظبط. وبيعرفوا من تواجدهم المستمر في البيت ان مون عندها حساسية شديدة جدا من الوبر اللي بيكون على الخوخ، لدرجة انه ممكن يسبب لها اختناق. فبيبدأوا انهم يجيبوا خوخ وياخدوا الوبر بتاعه، وكيو بيرمي جزء عليها وهي قاعدة من غير ما تاخد بالها طبعا. في الوقت ده بتروح مون المستشفى وبيكونوا متفقين مع ابوهم كيم انه يكون في المستشفى هو كمان ويصورها عشان يبدأوا خطتهم. وفعلا كيم بيعمل اللي اتفقوا عليه بالظبط. وبعدها بيتكلم كيم مع يون وبيسألها لو دي صورة مون، وبيقول لها انه كان في المستشفى مع مراته بالصدفة وشافها وسمعها بتتكلم في التليفون مع حد، وبتقول انها مصابة بالسل. وطبعا مع وجود طفل زي داسونج في البيت ده ممكن يسبب مشاكل كتير. ويون في البداية مش بتكون مصدقة قوي الكلام ده، لحد ما بيقرب كيم على البيت وبيبعت لكي جونج رسالة انه هيوصل خلال 3 دقايق. في الوقت ده بتاخد كي جونج من وبر الخوخ وبترميه على مون وهي قاعدة. واول ما يون بتدخل البيت بتلاقيها بتكح جدا وكأنها هتتخنق. طبعا يون اول ما بتشوف المنظر ده بتخاف جدا، وعشان يسبقوا الموضوع بيحط كيم على المنديل اللي هي رمته في الباسكت كاتشب بحيث يبان انها فعلا عندها السل وان المنديل فيه دم. واول ما يون بتشوف المنديل بيكون هيغمى عليها. وفي الوقت ده بتطلب يون من كيم انه ما يقولش اي حاجة لدونج، لانه لو عرف انها جابت واحدة عندها السل للبيت هيحصل مشاكل كبيرة جدا، وانها تتصرف وتمشيها لأي سبب بسيط، وطبعا مش هتجيب سيرة موضوع السل ده. وفعلا يون على طول بتتلكك لمون وبتقعد معاها وبتمشيها وبتقول لدونج ان هي اللي استقالت. بعد كده بيكون دونج مع كيم في العربية بيوصلوا وبيتكلموا عن مدبرة المنزل وانهم محتاجين يجيبوا واحدة في اسرع وقت، لان يون ما بتعرفش تعمل اي حاجة في شغل البيت. فبيطلع كيم في الوقت ده كارت وبيقول لدونج ان دي شركة توظيف سواء لخادمات او سائقين، وده مخصص لكبار الشخصيات لانهم بيختاروا الاشخاص اللي بتشتغل بعناية جدا. وبياخد دونج الكارت وبيديه ليون. وتاني يوم على طول بتتصل يون بالرقم اللي بيطلع انه رقم كي جونج، وهي اللي بترد وبتعمل نفسها المسؤولة عن الشركة، وبتطلب من يون بعض الأوراق عشان تضمن اشتراكها في الشركة. وفعلا خطتهم كلها نجحت، وعلى طول أمهم كانت بتشتغل مدبرة منزل دونج ويون، وكلهم طبعا بيعملوا نفسهم مش عارفينها. بعد كده بنشوف جيسيكا في الدرس مع داسونج اللي أول ما بيسمع صوت باباه بيطلع يجري عليه. بعدها بيقول لأبوه وأمه إن كيم وشونج وجيسيكا كلهم نفس الريحة، ويون ودونج بيقولوا له عيب كده وبيخلوه يرجع الدرس. ولما بيروحوا البيت كلهم بيقولوا إنهم لازم يستخدموا صابون مختلف سواء في الاستحمام أو في الغسيل، وكمان يفصلوا غسيلهم عن بعض عشان اللي حصل ده ما يتكررش تاني. لكن كي جونج بتقول لهم إنهم لازم يغيروا البيت لأن الريحة دي ريحة القبو اللي هم عايشين فيه مش ريحة هدومهم. بعد كده دونج ويون وداهاي وداسونج بيطلعوا في مخيم عشان يعملوا عيد ميلاد داسونج، وبتعرف يون شونج على الكلاب اللي مربيهم في البيت عشان تعتني بيهم لحد ما يرجعوا. وفعلا بيسافروا، وفي الوقت ده بيقعد كيم وشونج وكي وكي جونج في البيت ولا كأنه بيتهم، أكل وشرب ونوم. وبيطلع كيو أوضة داهاي وبياخد مذكراتها، وبيكونوا قاعدين كلهم مع بعض. فبيقول لهم انه معجب بيها ولما تدخل الجامعة هيطلب معادتها بشكل رسمي، وبيعيش في حلم الأكيد انه هيكون بعيد جدا عنه، خصوصا لما يعرفوا حقيقتهم كلهم. ده غير طبعا خيانته لمين صاحبه اللي شغله، لدرجة ان كيو بيقول لابوه وقت ما يرتبط بيها بشكل رسمي هيضطر يأجر اب وام ممثلين، لانه طبعا مش هينفع يكشف لهم نفسه. وبيسكروا كلهم وبيبقوا مهيبرين جدا، وفجأة باب الشقة بيخبط وبيتخضوا جدا. ولما بتروح شونج تشوف مين اللي بيخبط بتطلع انها مون، وبتقول انها نسيت حاجة في القبو وعايزة تاخدها. وبيكونوا قلقانين بس بيضطروا انهم يدخلوها، وبتقول انها مش هتتأخر. في نفس الوقت ده بيكون كيو وكي جونج وكام مستخبيين، ولما لقوا ان مون اتأخرت شاوروا الجونج علشان تروح تشوف فيه ايه. ولما بتروح لها شونج بتلاقيها بتحاول تتاخر دولاب ومش عارفة ومحتاجة مساعدة. ولما بتساعدها تتاخر الدولاب بيكون في باب وراه، وبتدخل مون تنادي على شخص وبتنزل بسرعة وراها، وبيتضح ان في شخص في القبو، وبتقول لها ان ده جوزها اوجيون، وبتطلب منها تتكلم
معاها عشان توضح لها كل حاجة. طبعا شونج بتبقى قلقانة جدا ومش فاهمة ده ايه، وبتطمنها مون انها قطعت سلوك كاميرات المراقبة عشان محدش يعرف انها جت عشان ما تعملهاش مشكلة، وبتقول لها ان جوزها في الأوضة دي بقاله اكتر من 4 سنين، وانه قاعد في المكان ده مستخبي من الديانة، وده من اول ما عائلة بارك انتقلت للبيت ده، لكنهم ما كانوش يعرفوا اصلا ان في أوضة سرية في البيت. شونج بتقول لها انها هتبلغ البوليس، لكن مون بتفضل تترجاها انها ما تعملش كده، وبيكون كيم وكيو وكي جونج واقفين بيراقبوا اللي بيحصل، وفجأة بيقعوا كلهم. في الوقت ده بيحصل غلطة هتوديهم كلهم في داهية. كيو بينادي على ابوه اللي بيقول له ما تقوليش يا بابا، ومون بتقوم مصوراهم وبتقول لهم انا كنت حاسة ان في حاجة غلط، لانها فعلا عارفة كيفن وجيسيكا وكيم، وقالت انها تبعت الفيديو اللي صورته ده ليون ويروحوا كلهم السجن. وبتبدأ انها تهددهم وبتاخد جوزها وتطلع، وبيفضلوا موقفينهم رافعين ايديهم لفوق وبيصوروهم فيديو، وبتصور مون كل اللي هم عاملينه في البيت، وبتقعد هي وجوزها يفتكروا ايام ما كانوا بيقعدوا هما الاتنين في البيت ومندمجين قوي في ذكرياتهم. وفي الوقت ده بيهجم كيم عليهم والموبايل بيقع، وبياخدوه، بعدها بيفضلوا يتخانقوا ويضربوا بعض، ومون بتضرب كي جونج بفازة، فبتروح على التلاجة تجيب كيس كله خوخ وبترميه على مون. وفي نفس الوقت ده تليفون البيت بيرن، ولما بترد شونج بتطلع يون بتقول لها ان رحلة التخييم باظت بسبب فيضان النهر وانهم اضطروا يرجعوا، وبتطلب منها اكلة معينة تعملها، وبيكون قدامهم 8 دقايق ويوصلوا. وبتروح شونج بسرعة تلم الفوضى اللي في البيت وعشان تعمل الأكلة دي، وكيم وكي بيسحبوا مون وجوزها للقبو عشان يخبوهم هناك، وبيرجع مذكرات دهاي مكانها. وفي اللحظة دي كلهم بيوصلوا، فبتضطر جيسيكا تستخبى تحت الترابيزة، وكي بيكون في أوضة دهاي وبيستخبى تحت السرير، ومون بتطلع تجري وبتحاول إنها تنادي على داسونج أو يون، وقبل ما تطلع من الباب بتزقها شونج فبتقع من على السلم وراسها بتتخبط وبتفقد الوعي، وبيشيلها كيم وبيدخلها جوه وبيقفل الأوضة السرية. في الوقت ده أوجيون بيفضل يلعب في الكهرباء بتاعة البيت، وده عشان داسونج في الكشافة وهيفهم إن دي إشارة النجدة، وكيم بيحس إنه هيكشفهم فبيكتفه، وأوجيون بيفضل يقول لكيم إنه يخليه يكمل الباقي من حياته في الأوضة دي لأنه مرتاح فيها. وطبعا كيم بيكون مستغرب لأن المكان مخنوق جدا وغير مؤهل للمعيشة، وبيجيب كيم قماشة وبيقفل بيها بقه، ومع مون برضه بيقفل بقها رغم إنها لسه فاقدة الوعي وبتنزف، وبيخرج من الأوضة وبيقفل عليهم بالدولاب. وفي نفس الوقت ده يون وشونج بيكونوا قاعدين يتكلموا، وبتبدأ يون تحكي الحادثة اللي حصلت لسونج وهو صغير، وبتقول لها إن يوم عيد ميلاده شاف شبح وجات له نوبة تشنجات، ومن وقتها وهم بيقضوا عيد ميلاده كل سنة في مكان مختلف عشان يحاولوا ينسوه الحادثة دي. وبيتضح إن الشبح اللي شافه داسونج ده هو جوز مون أوجيون. في نفس الوقت بتنزل دهاي عشان تاكل، وبيطلع كي جري من الأوضة، وبيكونوا كلهم هيهربوا خلاص، وفجأة بيجي داسونج وبيطلع يجري على الجنينة، وكلهم بيجروا وراه لأن الدنيا مطر جدا، فبيستخبوا كلهم تحت الترابيزة. ودهاي بتبعت مسجات لكي فبيقفل صوت الموبايل بسرعة قبل ما حد ياخد باله، وبيفضل داسونج نايم في الخيمة اللي في الجنينة، ودونج ويون بيقرروا انهم يناموا في غرفة المعيشة عشان يراقبوه. دونج في الوقت ده بيقول انه شامم ريحة كيم، وبيفضل يقول ليون ان ريحته وحشة جدا. كيم في الوقت ده بيفضل يشم في نفسه عشان يعرف هو ريحته عاملة ازاي. بعد كده دونج ويون بيناموا، وبيفضل كي وكي جونج وكام تحت الترابيزة، ولما بيتأكدوا ان دونج ويون خلاص راحوا في النوم بيبدأوا انهم يتسحبوا عشان يخرجوا، وفعلا بينجحوا انهم يخرجوا عن طريق الجراج. وهم في الطريق كي جونج بتقول هنعمل ايه في كل اللي حصل ده، فكيم بيقول ان محدش يعرف اللي حصل غيرهم، وهو مكتفهم في الأوضة السرية، وبالتالي يرجعوا لحياتهم عادي جدا، وهو عنده خطة هيعرفوها بعدين، وبيمشوا عشان يرجعوا بيتهم. بس وهم في طريقهم للبيت بيلاقوا ان مية الصرف الصحي مالية الحي بتاعهم كله، ولما بيروحوا البيت بتاعهم بيلاقوا ان البيت كله غرقان. بنشوف في نفس الوقت ده ان مون فاقت وبتحاول انها تفك جوزها، لكن مش بتقدر وبتقع، وبتقول لجوزها انها كده عندها ارتجاج في المخ بسبب الخبطة اللي حصلت. وبيبدأ أوجيون يضرب بدماغه على زرار الكهرباء تاني لدرجة ان بيجيله نزيف، وداسونج بيكون صاحي وبياخد باله من النور اللي بينور ويطفي، وبيفتكر ان الإشارة دي معناها النجدة، لكن مش بيعمل حاجة لأنه في الآخر مش فاهم الإشارة دي من مين بالظبط، وبينام. اما كام وكي وكي جونج بيحاولوا انهم ياخدوا اي حاجه من البيت بتاعهم، وكيو بياخد الحجر اللي كان مين مديهوله، وبيخرجوا يناموا في مكان زي مخيم الحي كله بيكون موجود فيه. وكي بيسال كام ايه خطتك للي موجودين في القبو، فبيقول له انه ما عندوش خطه، وطول ما هو ما عندوش خطه كل حاجه هتمشي صح، واول ما تبدا تخطط كل حاجه بتبوظ. وكي بياخد حجر مين في حضنه وبينام.
تاني يوم بتقرر يون انها تعمل حفلة عيد ميلاد لداسونج وبتعزم جيسيكا، ودهاي بتقول لها يعزموا كيفن كمان، وامها بتوافق وبتعزمه فعلا، وبتتصل بكام يجيلها عشان تروح تشتري حاجات من السوق. لكن المشكلة انهم في مخيم الحي ومش عندهم هدوم ومش بيكونوا عارفين يعملوا ايه. بعد شوية بنشوف ان في ناس بتوزع عليهم هدوم، وفي البيت يون بتخطط للحفلة. بعد كده بتنزل مع كيم تشتري حاجات للحفلة، وهم راجعين البيت بتشم ريحة كيم اللي كان دونج قال لها عليها، وبتفضل سادة مناخيرها وقرفانة جدا. وفي البيت شونج بتكون بتظبط الترابيزات وبيبدأوا الحفلة. دونج وكيم وجيسيكا بيكونوا هيعملوا زي عرض كده للحفلة، وكان بيتكلم مع دونج بطريقة بيتعدى بيها حدود النسواء، فبيقول له دونج انه يعتبر ان كل ده جزء من شغله وهيتقاضى عليه اجر اضافي. وجيسيكا لما بتيجي بتقول لشونج انهم لازم ينزلوا المون عشان يوصلوا معاهم لاتفاق، لكن يوم بتيجي فمش بتلحق انها تنزل لهم. بعد كده بيجي كيو بيكون في ايده الحجر وبيحرك الدولاب وبينزل للأوضة والحجر بيقع منه، وبيلاقي مون على الارض وبيحاول انه يقرب منها عشان يشوفها كويسة ولا لا. وفجأة بيجي اوجيون من ورا كيو وبيخنقه بحبل وبيسحبه وبيضربه بالحجر، وبيطلع كي يجري، واول ما بيخرج من الأوضة بيجي اوجيون وراه وبيضرب كي على دماغه ضربة قوية جدا وبيفقد الوعي. وبيقفل اوجيون الأوضة السرية بالدولاب وبيطلع ياخد سكينة ويخرج على الحفلة. أول حاجة بيجري على جيسيكا وبيضربها بالسكينة في صدرها، وداسونج كمان بيتصاب لأنه كان جنب جيسيكا. دونج بياخده وبيطلع يجري بيه عشان يروحوا المستشفى، وبيفضل ينادي على كام اللي بيكون ماسك جرح جيسيكا عشان النزيف يقف. وفي نفس الوقت بيشوف دهاي شايلة كي اللي بينزف جدا وبتجري بيه. بتجري شونج في الوقت ده عشان تهجم على اوجيون وبيكون خلاص هيقتلها، بس بتقدر انها تمسك سيخ وتضربه بيه. وبيروح دونج عشان ياخد مفتاح العربية اللي واقع تحت اوجيون، وبيسد مناخيره لأن ريحته وحشة جدا من القبو اللي كان عايش فيه بقاله 4 سنين. وكيم بيفضل يبصله بحقد، وأول ما بيجري بالمفتاح بيجري كيم وراه وبياخد السكينة ويقتل دونج، ويون بيغمى عليها. وبعد شهر من الحادثة دي بيفوق كيو من غيبوبة بعد ما عمل عملية في دماغه، وبيفضل يضحك، والدكتور بيقول ان ده احيانا بيحصل بعد العمليات اللي بتتعمل في الدماغ، ان المريض لما بيفوق بيفضل يضحك بدون سبب. وبيكون في محقق عايز يحقق مع كيو عن الحادثة اللي حصلت، لكن كي بيفضل يضحك بس. وفي المحكمة بيتم اتهام شونج وكيو بالاحتيال والتعدي على ممتلكات الغير، لكنهم بيطلقوا سراحهم وبيعتبروا ان اللي حصل كان دفاع عن النفس. ولما بيخرجوا بنعرف ان كي جونج ماتت في الحفلة، وان كيم هربان ومحدش فاهم سبب اعتدائه على دونج، خصوصا ان علاقتهم كانت ظاهرة كويسة قدام الناس. ولما بيشوف كي الاخبار وبيعرف ان مفيش اي كاميرات صورت كيم وهو بيهرب، وبعد مرور الوقت ولما الاخبار بدأت تهدى شوية والشرطة بطلت انها تراقب كي وشونج، وفي يوم كي قرر انه يراقب بيت دونج من فوق الجبل وبيكون مش عايز يمشي. ولما الدنيا بتضلم بيشوف نور بيطفي وينور زي اشارة النجدة، بيفهم في الوقت ده ان ابوه مستخبي جوه البيت ده، وبيفضل يراقب البيت. وبعدها بيبدأ انه يفك شفرة موريس اللي في الاشارة اللي ابوه كان بيعملها باللمبة، وبنعرف ان ابوه بيقول له في الرسالة انه عارف انه هيوصل له، وبيقول له انه مش متخيل اللي حصل وكأنه حلم ومش حقيقي، وانه مش متخيل ابدا ان كي جونج ماتت. وبيكمل وبيقول له انه بعد الحادثه دخل من الجراج لما بص حواليه وشاف ان مفيش كاميرات هتقدر تصوره وهو داخل، ودخل للبيت وقرر انه يستخبى في القبو ويقفل على نفسه. واول ما بيستوعب كل اللي حصل بيبكي على بنته، وبيقول له انه قدر يصمد وقت طويل لان البيت بعد الجريمه اللي حصلت فيه بقى بيعه صعب جدا. وكمان قرر انه يدفن مون، لكن بعد فتره السماسرة قدروا يخدعوا عيله لسه جايه كوريا ويبيعوا لهم البيت، والعيله دي اغلب الوقت بتكون بره البيت وبيطلع ياكل ويرجع للقبو تاني. وبيرد كيو على كيم وبيقول له انه قرر انه يكون غني ويكسب فلوس كتير، ومش مهم ولا جامعه ولا جواز ولا اي حاجه، ووقتها هيقدر يشتري البيت ده، ووقتها هيستناه في الجنينه هو وامه. وبيقول له ياخد باله من نفسه لحد ما يقدر يعمل ده وينقذه من اللي هو فيه. وبس بيخلص فيلمنا على كده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا الافلام، واستنوا الملخص الجاي. سلام.